ميدو حبيب بابا الأمور رجع يلعب في سلك النور. كابتن ميزو ملقاش أي فايدة من التعريض والتطبيل للزمالك وجمهور الزمالك هنا في مصر، فقرر إنه يطلع على السعودية لأن في هناك سبيج بارادس. تعالى كده نشوف الكابتن ميدو وهو قاعد في استوديو في قناة السعودية بيقول ايه على الأهلي بسبب وبدون سبب. هم لازم بس ياخدوا بالهم من الاتحاد ان هم واقعين في سكه الاهلي المصري. هتلاقي كميه اصابات الفتره الجايه غير طبيعيه. والله العظيم اي حد بيلاعب الاهلي تلاقي بص صليبي مش عارف ايه متوقف، المدرب مش عارف حصل ايه. والله انا بقول لك عن خبره الاتحاد الفتره اللي جايه لازم يقروا قران ويخلوا بالهم كويس جدا، يخلوا بالهم من اللعيبه، لانه والله العظيم اي فرقه بتروح للاهلي المصري بص تلاقي احنا في نهائي افريقيا 2020 اثنين لعيبه اهم لعيبه في الفرقه، الونش وعبد الله جمعه الباك ليفت، الاثنين بوزيتيف كورونا، وقبليها مش عارف مين خلفيه والثاني كان. خلوا بالكم انا بقول لكم بحذركم. محتاجين نقسم كلام الكابتن ميدو لنصين ونرد عليه من ورا لقدام. هو اتكلم في نهائي القرن او في مباراه المعروفه اعلاميا بمباراه القاضيه ممكن، وقال ان هم فجاه كده اهم اتنين لعيبه مصابين كورونا اللي هم الونش وعبد الله جمعه. عبد الله جمعه بقى من اهم اللعيبه. كابتن ميدو طب ما انا كان عندي برضه ديانج ووليد سليمان مصابين كورونا. كابتن ميدو الكوكب كله كان بيشتكي من الكورونا ساعتها، اشمعنى انت اللي وجالي كورونا قدام الاهلي انت لسه بتدور على حاجه تليس بيها القضيه بتاع قفشه؟ مش هتلاقي يا كابتن ميدو. طول ما انت مش عارف تجاوب على سؤال اي قذيفه جاءت عمرك ما هتلاقي حاجه تليس بيها القضيه يا كابتن ميدو. الجزء الثاني وهو الجزء الاول من الكلام ان اي فريق بيلاعب الاهلي بتجيله الاصابات والايقافات من كل الدنيا ومن حيث لا يحتسب. كابتن ميدو احنا مش قلنا نبطل الحجج الهبله دي لانها بتدي للعيبه مبررات ان هي تتغلب؟ انت مش بنفسك كنت بتتريق على مرتضى منصور لما بيطلع يقول الكلام ده وبيقول عيب رئيس الزمالك يقول الكلام ده؟ كابتن ميدو التعريض والتطبيل ما يبقاش كده. انت مش عشان طالع في قناه الناس تجاملهم وتقول لهم اصل الاهلي وانتوا في طريق لا كابتن ميدو ده مش تعريض، دي لزاجه. انت كده لزج لما تفتح سيره الاهلي كده بدون، لما الناس تبقى بتتكلم عن اتحاد جده فانت تفتح سيره الاهلي اللي احتمال يلعب اتحاد جده بعد شهرين من دلوقتي بدون اي سبب. دي لزاجه. ده يبين قد ايه الاهلي عامل لك حرقان في البتنجان. لكن هرجع واقول لك ايه، ما انت ظروفك صعبه الله يعينك، يلا خليها تاكلك.